طاجن الرز المعمر الفلاحي الحادق على اصوله بقى بمقادير مظبوطه، وعاملاه النهارده في طاجن كده. بصوا، عايزه اقول لكم الطعم رهيب بجد. انا مش قادره اقول لكم. وهو الرزايه من رزايه كده، وكله قشطه وسخن نار بس كده. تحفه بجد تحفه. يا رب دايما كده في هنا وخير وسعاده ان شاء الله باذن الله. هنعمل طاجن الرز المعمر الفلاحي الحادق على اصوله بمقادير مظبوطه جدا وسهل جدا. تمام كده. هنمشي خطوه خطوه ويلا بينا نشوف وندخل الفيديو على طول. نعمل طاجن الرز ده ازاي؟ كل اللي احنا محتاجينه لطاجن الرز بتاعنا حليب يكون كامل الدسم، يكون محترم عشان يعمل معاكم رز معمر حلو، يعني من ست فلاحه جميله او حبايبنا اللي في الفلاحين. طبعا الكلام ده كله ماشي. ده قد ايه؟ ده كيلو الا ربع حليب، هنشوف هناخد منه قد ايه. ماشي. ودي طبعا زبده اهي، زبده على سمنه، سمنه سايحه برضو، كله بقري يعني الموجود عندي، او بقري على جاموسي. ماشي. ده مثلا بتاع معلقه كبيره ونص، وملح وشويه ميه. الرز قد ايه يا شيماء؟ الطاجن اهو. عموما هتعملي في اي طاجن في اي صينيه مهما كان حجمها، هتخلي الرز بتاعك في الطاجن لحد هنا مثلا. بصوا، نقول مثلا دول قد ايه؟ نص صباع، لا عقلتين، عقلتين. يعني هتخلوه اقل من النص، ما اتغسلش وما اتعملش فيه اي حاجه. اقل من نص الطاجن او اقل من نص الصينيه. تمام. انا هعمل ايه؟ هغسل الرز ده بس وهنقعه. انا بحب انقعه شويه، بيسرع شويه في السوى بتاعه. هنقع الرز ده بتاع ربع ساعه تلت ساعه عشان يسرع السوى بتاعه، وانا متعوده على كده سواء في الحلو او في الحادق. هنغسله ونقعه ونرجع نكمله مع بعض. بص الرز بعد ما انغسل بقى عامل ازاي؟ عدى النص، عدى نص الطاجن. احنا عاوزين ندي فرصه للحليب والزبده ان هم كمان ما يطلعوش من الطاجن ويفوروا، ويبقى خسرنا الحليب والزبده بتوعنا. تمام. نقعته بتاع تلت ساعه تقريبا. دول 400 جرام رز، 400 جرام رز. ماشي. ودول بتاع معلقه ونص سمنه بلدي اهو. في ناس بتضيف زيت، ودي حاجه ترجع لكم انتوا برضو. ماشي. واللبن الحليب اللي انا هستخدمه انا مسخناه جدا، مخليه سخن قوي. كل الحاجات دي يا جماعه لما الرز بيتنقع والحليب كمان بيبقى سخن، كل الحاجات دي بتسرع من يعني من سوى الرز بتاعي، بتخلي الرز يطيب بسرعه او يستوي بسرعه. ماشي اهو كده في قلب الرز بس بتاعي. قلبت الزبده زي ما انتم شايفين في طاجن الرز اهو. بصوا الحليب مولع. هحط قد ايه بقى؟ احنا هنديله مساحه ايه، ياخد ويدي كده مع بعضه عشان ما يفرش في البوتاجاز. تمام. طيب انا ما ضفتش ملح صح؟ تعالوا بقى اوريكم انا هضيف الملح ازاي. وعايزه اديكم معلومه برضو، والله العظيم يا جماعه في الرز المعمر مش بكتر القشطه وكتر الزبده والحاجات دي كلها. انا ال 400 جرام رز دول ضايفه عليهم بتاع معلقه ونص زبده، والحليب زي ما انتم شفتوا نص كيلو، والملح صدقوني دي بتفرق جامد جدا وبتخلي الرز بتاعكم مش ناشف. بصوا الملح انا هضيفه على الميه، هحط مثلا معلقه صغيره كده ممسوحه مش مليانه قوي اهو، كله قدامكم. بصوا معلقه صغيره اهو، وهقلبها في شويه ميه. في الميه يعني صدقوني والله شويه الميه دول بيفرقوا جدا مع الرز، بيخلوه طري وجميل وبيسويه كده وجميل جدا بجد. على فكره كتر الحليب بينشف الرز عشان تبقوا عارفين يعني، دي عن تجربه. بصوا اضيف الملح بتاعي بالشكل ده، وابدا اقلب وانا مولعه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، زي كنا اخبز فطير بالظبط. هحطه في الفرن اهو. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو في الفرن. اول ما يبدا يغلي كده هوريه لكم تاني مع بعض. الرز بصوا بدا بسم الله ما شاء الله، ما كملتش 10 دقايق. بصوا قبل ما ايد الشوايه كمان بدا ما شاء الله يعمل ايه، بدا يغلي وكمان يعمل وش. هبدا بس ايد الشوايه مع العين اللي تحت عشان ياخد الوش الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا. النتيجة مبهرة، النتيجة تجنن بجد. تحفة تحفة. ايه الجمال ده؟
والله العظيم يا جماعه زي ما قلت لكم، ولا بكتر القشطه ولا بكتر الحليب ولا الكلام ده كله، وشويه الميه بيعملوا نتيجه تحفه، وبيخلوا الرز بتاعنا طري، وكمان بيبقى مستوي كده وجميل. ولو حسيتوا انا اول ما بدا يغلي وعمل معايا وش، بدات اهدي النار خالص خالص، بدا هو يغلي براحته خالص في الفرن ويستوي براحته كمان. بصوا الجمال اهو، بصوا اهو. ولا تقولوا لي بقى الرزايه نيه ولا الكلام ده، لا، وريحته تجنن تجنن اهو. ولو حسيتوا بعد ما خلصتوا ان هو ني شويه، يبقى شويه ميه صغيرين من الجنب كده وتحطوه، ما تزودوش بلبن، ما تزودوش بحليب خالص، زودوه بشويه ميه. اسمعوا كلامي وعن ثقه، مش بكتر القشطه ولا بكتر الزبده ولا الحاجات دي، وانتوا شفتوا النتيجه والمقدار. بسم الله ما شاء الله. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، يا رب نكون خفاف على قلوبكم. اعملوا لنا لايك ومتابعه حلوه.